السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا المستمعين، حبايبنا المشاهدين. إن شاء الله بنستكمل حديثنا في رحلة الإسراء والمعراج. معنا فضيلة الدكتور والداعية الإسلامي الدكتور محمود الحسيني، وسوف نستكمل الحديث عن رحلة الإسراء والمعراج. وما هي الهدية من رحلة الإسراء والمعراج للأمة الإسلامية. طبعا معنا فضيلة الدكتور إن شاء الله هيتحدث معنا. وطبعا قبل ما الدكتور يتكلم معانا، طبعا عايزين حضراتكم الاشتراك في القناة ومتابعة طبعا الصفحة، لأن دي طبعا صفحة دينية، فلازم تتابعونا عشان خاطر نقدر ننشر الدين في أوسع نطاق للشباب إن شاء الله. اتفضل الدكتور. بارك الله فيك يا أستاذ محمد. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى، نبي كريم فمن مثله، وغطى على الورى فضله، وخير بيوت هم بيته، من الساجدين له اصطفى. نبي رقى للعلا فارتقى، وجبريل بشره باللقى، تقدم وكل العلا خارقا، فإني أخاف بأن أحرقا. نبي رقى للعلا ودنا، وفوق بساط التناجي اجتنى، وناداه ربه أني أنا تملى بنوري يا مصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك هدية عظيمة وجليلة أهداها لنا رب الخلق العظيم الكريم في ليلة الإسراء والمعراج، عندما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقى فارتقى حتى وصل إلى حجب من النور، وهذه الحجب المسافة بين الحاجب والآخر 500 سنة. يا بتقديرنا إحنا هنا 500 سنة، ولكن عند الله عز وجل لا زمان ولا مكان ولا أوان ولا كيف ولا أين، لأنه هو رب الأين ورب الكيف ورب الزمان ورب المكان، فلا يحده مكان ولا زمان. نعم، هنا في هذه الحجب عندما تخطى سدرة المنتهى وصل جبريل فقال للحبيب المصطفى: تقدم يا حبيب الله. قال له: لا، تقدم يا جبريل. قال: لا، جبريل ملك، وملك هو رسول رب العالمين الأنبياء والمرسلين أجمعين، يقول: لا، تقدم أنت، فلولاك أنت يا رسول الله فإن مكاني عند سدرة المنتهى، ولفضلك أنت يا حبيب الله فنحمشي معاك المسافة دي. فوصل إلى حجب، ومن وراء الحجب يقول ملك من الملائكة: من؟ فيقول جبريل. ومن معك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. ياه، فسيدنا النبي بيسأل جبريل، بيقول له: يا جبريل، من هذا؟ مين ده؟ قال: وعزة الله عز وجل وجلال الله عز وجل لم أرى هذا الملك من قبل. يا ولولا فضلك أنت يا حبيب الله ما وصلت إلى هذه المنزلة. ثم يصعد الحبيب المصطفى حتى يصل إلى الحضرة الإلهية، حيث لا حيث وحيث لا كيف ولا أين ولا مكان، فيسمع ملك من الملائكة ينادي ويقول: الله أكبر الله أكبر. فيسمع من وراء حجاب يقول رب العزة: نعم، أنا الله الأكبر. فيقول الملك: أشهد أن
لا إله إلا الله. فيقول رب العزة صدق عبدي لا إله إلا أنا. فيقول الملك أشهد أن محمد رسول الله. فيقول رب العزة صدق عبدي أنا أرسلت محمدا رسول الله. يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فيقول الله عز وجل صدق عبدي دعا إلى عبادتي. ثم في هذه اللحظة عندما يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وجسده وروحه في العظمة الإلهية وفي الحضرة الإلهية، لا يستطيع غير أن يسجد لله عز وجل شكرا لله، لأنه ما وصل إلى هذه المنزلة إلا لكونه عبد لله، كما قال الله سبحان الذي أسرى بعبده. مقام العبودية هو اللي وصله لهنا. ففي اللحظة نزل ساجدا لله فيسمع السلام من الله: السلام عليك أيها النبي. ماذا يرد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ولا ينسى الأمة: السلام علينا وعلى عباد الله المؤمنين. نعم. ثم يرجع لنا رسول الله بهدية من السماء. فكما أن الله عز وجل جعل للحبيب المصطفى إسراء ومعراجا، جعل لأمة الحبيب المصطفى إسراء ومعراجا. كيف ذلك؟ ومن قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود رضي الله عنه وأرضاه. قال: بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لحضرته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فيقول الدكتور عبد الحليم محمود: كما أن الله جعل للحبيب المصطفى إسراء ومعراجا، فكذلك جعل للأمة الإسلامية إسراء ومعراجا. إزاي يا سيدنا الدكتور عبد الحليم محمود؟ قال: إذا وقفت في الصلاة قانتا لله عز وجل خاشعا لله عز وجل، ودخلت في الصلاة وقلت الله أكبر تكبيرة الإحرام، فكأنما أسرى بك الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طب وإذا ما ركعت خاضعا خاشعا لله عز وجل، فكأنما عرج الله بروحك من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. وإذا ما ركعت وإذا ما سجدت لله عز وجل خاضعا خاشعا قانتا لله عز وجل، فكأنما عرج الله بروحك من سدرة المنتهى إلى الحضرة الإلهية. ألا ترى قول الحق تبارك وتعالى: واسجد واقترب. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن هذه الصلاة هي الهدية التي أنت وحدك التي تملك المفتاح بتاعها. أول ما تحب أنك أنت تجابر ربنا سبحانه وتعالى فتدخل في تكبيرة الإحرام فتقول الله أكبر، وأنت اللي بتنهي المقابلة مع الله عز وجل عندما تنتهي من صلاتك فتقول السلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله، وكذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.